السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم تتمه ديال هاد السلسله ديال الطلبيات ديال مملحات وقريشلات حلوين بالنسبه لمناسبه عاشوراء. الله يدخلوا لكم بالصحيحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد المملحات بعجينه وحده كنخرجوا بزاف ديال الانواع بدون مراشم وبطريقه اللي سهله، خصوصا حنا اللي كنخدموا طلبيات بكميه كبيره. يعني كنبغيو نخدموا بشي حاجه اللي سهله وفي نفس الوقت ما تشدش الوقت بزاف وما تشدش لينا اليد. المهم ما عليكم الا تفرجوا في الفيديو حتى الاخير، فيه بزاف ديال الاسرار. غادي نشارك معكم الكميه التتمه ديال الجزء الثاني ديال الحلوين شحال كيعطيونا، والاثمنه دائما. الاثمنه اللي ضروري خصني نذكرها بعد الفيديو باش هكا الاخوات يعرفوا بشحال غادي يبيعوا، باش هكا يكون عندهم الربح. والحمد لله راه كاين الربح، غير توكلوا على الله وخدموا على ريوسكم. وبالنسبه لهاد الطلبيات ديال هاد المملحات والحلوين راه على كيكونوا عليهم الطلب على طول، يعني ماشي غير بمناسبه عاشوراء، لانهم عليهم طلب بزاف. كيجيو مقرمشين ومورقين وبنانين بلا قياس. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. نقولوا بسم الله. نبدا معكم بالعجينه ديال المملحات. عندي ربعه ديال الزبده، ربعه الحبات ديال الفرماجات، جوج معالق ديال الموطارد، كاس ديال دانون طبيعي، حك ديال ياغورت طبيعي. غادي ندير معلقه صغيره ديال الملحه ونص معلقه ديال الابزار صغيره. بالنسبه للملح على حسب، الا بغيتو الملح بزايد زيدوا، المهم انا كندير غير معلقه صغيره حيت عندنا الموطارد مالح. غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج حتى هو محكوك باش يبنى لينا هاد العجينه. مفهوم؟ انا غادي نعاود معكم مقادير: 250 غرام ديال الزبده، 4 الحبات ديال الفرماج، 2 معالق ديال الموطارد كبارين، دانون طبيعي، وواحد شويه ديال الفرماج اللي محكوك هكا باش يبنى لينا القراشل. بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش اختياري. غادي نحتاج كاس ديال الزيت مخلطه ما بين النباتيه والبلديه، وبيضه عندي كبيره. الا عندكم صغار غادي ديروا 2 بيضات، انا عندي حيت كنخدم بالبيض كبير، عندي بيضه كبيره حجم كبير. صافي. بالنسبه للزبده تكون بحراره المطبخ، معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال الابزار. انا ما غندير لا توابل لا كنور، ما كنديرش نهائيا. هاد المقادير هما المعتمدين عندي، كيجيو بنانين. من بعد راه غادي نسمو الكرات من بعد ما نقطعوا العجينه. المهم نخلط هذوك المكونات ديالنا مزيان، معكوه مزيان حتى كتندمج هذيك الزبده وتكون بحراره المطبخ. من بعد راني كنضيف هذاك كاس ديال الزيت اللي مخلطه ما بين النباتيه والبلديه. البلديه كتبنى لينا المملحات مزيان. غادي ندير هنا بيضه كامله كيف ما كتشوفوا في الفيديو، بيضه كامله، ونخلط المكونات ديالنا. المهم البنات، الزبده وهذوك المكونات في الاول خدموهم مزيانين حتى كيولي داك الخليط بحال شكل كريمه. الزبده تكون بحراره المطبخ. من بعد البنات غادي ناخذ الكاس، غادي نعبر به كاس الا ربع حتى الكاس عامر ديال الماء عادي من الربيني. مفهوم؟ ضروري ديروا داك الكاس باش يعطيكم الكميه وفي نفس الوقت كتعطينا ديك القرمشه هكا للعجينه ديالكم. كاس ديال الماء عادي من الربيني. ومن بعد راني كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. كندخل فيه ما ندلكوش العجينه وما كنديرش فيها المخمره نهائيا، حيت الخماره كتديفورمي لينا المملحات وكتنفخهم لينا بزاف. المهم هادو هما المقادير المعتمدين عندي. كنقطع العجينه على 3 الكرات، نتوما قطعوهم على الشكل اللي بغيتو، يعني بغيتو 4 الانواع 5 الانواع. انا غادي نقطع غير 3 الانواع ديال اللي غادي نقسمهم. هنا عندي العطريه المكسيكيه، هذه راه كتباع، كاينه كالسطل الكبير ديال كيلو سلاليه، وهذه خديتها غير من كارفور حدايا، خديتها منه نقضي بها حتى ناخذ السطل اللي كنخدم به ديال كيلو. بالنسبه لهاد العطريه المكسيكيه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغى يخلطها راسو راه غادي نخلي لكم الخلطه ديالها شنو كتكون فيها، المقادير ديالها اللي كتكون فيها غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. العطريه المكسيكيه اش كيكون فيها المزيج ديال العطريه، راه غير كتكون مزيج ديال واحد المجموعه ديال العطريه، غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف. المهم البنات كي قلت لكم ممكن تنسموا هذوك العجينه ديالكم من بعد ما تقطعوها باللي بغيتو. انا على حسب الطلب ديال الكليان غادي نسمها. غادي نسم كره بالعطريه المكسيكيه وواحد الكميه كره ديال العجينه غادي نسمها بالحار، غادي ندير ليها الحار
بالنسبة لهاد الحار راني صايبة على يدي ديال الدار دايراه في المجمد. المهم جبت معلقة صغيرة ديال الحار، حارة بزاف هاد الهريسة هادي. غادي نخلي لكم الرابط ديال الهريسة راني مصايبة على يدي ومشاركاها معاكم. زدت واحد المعلقة صغيرة ديال التحمير على ديك الهريسة باش تعطينا في ديك الكرة ديال العجينة، تعطينا اللون. وديك الأخرى الكرة الأخرى خليتها ما ضفت ليها حتى حاجة، خليتها عادية. هذيك هي اللي غادي نديروها بالفرماج حمر صافي. يعني درت غير جوج كرات، السيده ما بغاش الزعتر. المهم ممكن ديروا اي منسمات بغيتو، الزعتر القزبر مقطع، يعني كيبقى لكم اختيار. الانواع ديال العطريه، المهم انا درت غير هاد العطريه المكسيكيه هي اللي كنخدم بها المملحات اللي كتجي خطيره في المذاق ديالها والحار. وبعض المرات كندير العجينه منسمه بالزعتر، كنحك عليها شويه الزعتر. هاد السيده ما بغا الزعتر صافي. كنحاول ندخل هذوك المكونات ديالنا ديال الحار في العجينه ديالنا، ومن بعد غادي ندخلوا هاد العطريه المكسيكيه في الكره الاخرى صافي. وعطاتني هنايا درتها غير على ثلاثه الاشكال، وحده منسمها بالحار، وحده منسمها بالعطريه المكسيكيه، والاخرى ما ضفت ليها حتى حاجه، خليتها هكاك، يعني ما ضفت ليها شي مكون اخر. هذيك غادي نديروها بالفرماج حمر والزرارع من الفوق. المهم هانتوما معايا. المهم انايا هاد الشبيكه جامعه فيها الزرارع، انواع ديال الزرارع اللي كنخدم بها المملحات كاينين بزاف، البافو، حبه الشيا، زريعه نوار الشمس، زريعه القرعه، الشوفان، الزنجله الابيض، حب رشاد. المهم انواع ديال الزرارع اللي كنخدم بهم هاد المملحات. المهم هانتوما معايا. غادي نبدا اول حاجه البنات. المهم غطيو هذوك الكرات باش ما ينشفوش من الفوق وتكون ديك القشره. غادي نبدا بالعجينه ديال الحار، غادي نشكلها على شكل حرابل كيف ما كتشوفوا. في الاول كنشكلها هكا بشويه بشويه، كنخليهم غلاط حتى كنسالي ديك الكميه، وكنبدا نعاود نحربل اللي حربلت الاولاني كنعاود نرقو هكا باش يعطينا الطوق وما تقطعوش لينا ملي كنكونوا نحربلوهم، ما يتقطعوش صافي. كنعاود نهز داك الحربل الاولاني وغادي نحربلو نرقو مزيان، نرقو ونديرو في الطاوه. غادي نديرو هادو ديال الحار، هادي العجينه اللي منسماها بالحار غادي نديروهم في قيقسات اللي غادي يتقطعوا بالمقص. غادي نحربلهم رقاقين وغادي نوضعهم فوق الطاوه باش كندخلهم الفران. غير كي كندخلهم وكنخرجهم يتشماو ونخرجهم، مفهوم. المهم ما كنخليهمش بزاف في الفران حيت غادي نقطعوهم. الا خليتوهم بزاف في الفران راه ملي كتجيو تقطعوهم غادي يبداو يتهرسوا ليكم، يعني غير اون فوا يتشمعوا كي كندخلهم كي كنخرجهم، ما كيشدوش بزاف في الفران. غادي ندخلهم الفران وغادي ندوز العجينه هادي ديال اللي ما منسمها بوالو، اللي ما دخلت لها حتى شي منسمات. غادي نسرحها فوق ورق الطهي. درت واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق فوق ورق الطهي، وغادي نسرح هذيك الكره مزيان، نرققها مزيان كيف ما كتشوفوا في الفيديو. المملحات ديالكم الا بغيتوهم يجوكم زوينين ومقرمشين رقوا العجينه، ما تخليوهاش غليظه. الا جات غليظه راه ما كتجيش زوينه في الطياب وفي الماكله ديالها، وما كيجيوش مقرمشين، كيجيو معجنين صراحه. رقوا المملحات ديالكم. هنايا راني ما كملش الترقاق ديال العجينه، مشيت كنجبد الطاوه دغيا خاصني نجبدها. هادوك القراشل هادو المالحين شتو راه ما شداتش ليا بزاف، تقريبا واحد دقيقه وخرجتهم صافي. غادي نحيدهم نقطعهم هما الاولين وغادي نردهم للفران. وعاد غادي نكمل الترقاقه ديال الشكل الثاني. غادي نشكل هذاك الشكل الثاني. المهم هذا الشكل الاولاني اللي بالحار. المهم كنقطعهم هكا على شكل مائلي، هكا مائلين باش يجي التقطيعه تجي ديك فقيقسه مائله وطويله بحال هذا الشكل هذا، وتكون رقيقه ما تغلطوهاش. التقطيعه تكون رقيقه بهذا الشكل هذا. المهم غادي نقطعهم كاملين وغادي نردهم للفران. كندير العافية من التحت حتى كيشدو راسهم كيبداو يتقرمشوا كنهبطهم. المهم على عافية تكون مهيلة باش يدخلهم الطياب، ما تجهدوش العافية. دائما المملحات كيطيبوا على عافية مهيلة باش كيطيبوا من الداخل ويجيو مقرمشين وما يجوش محرقين وديك التقرميشه ما تكونش فيهم. المهم من بعد ما قطعتهم ودخلتهم الفران، رجعت العجينه ديالي رققتها مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد ما رققتها جبت هاد المرشم هذا الكبير البنات، هذا راه متوفر في المحلات اللي خاصه بالحلويات كيتباع
تقريبا شي 13 درهم ولا انا شريته في شحال هادي ملي يلاه خرج، خديته من بيه بشي 20 درهم. المهم هذا كيقطع دفعة واحدة على شكل هكا شرائط هكا دوك كيجيو طوالين، اللي الا بغيتو ديروهم في ليفيغين هكا في الكيسان كيجيو زوينين هكا الا كانت شي مناسبة، صراحة كيجيو شكل ديالهم زوينين. المهم كنوضعهم كنبرك عليه مزيان، كنوضعو فوق العجينة وكنبرك عليه مزيان هكا باش يترشمو ويتقطعوا لينا. صافي كنحيد دوك الجوانب وكنعاود ما بغيتهمش طوال بزاف حيت غادي يكونوا طوال بزاف، غادي نقطعهم من الوسط. هانتوما البنات ما غاديش نخليهم طوالين، غادي نقطعهم من الوسط باش يجيو دوك الاشرطه يجيو شويه قصارين. هنا خديت بياض البيض، ضفت ليه شويه الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الخل وشويه ديال العطريه مكسيكيه. غادي نخلطها مزيان بالفرشيطه هذاك بياض البيض، وغادي ندهن به العجينه ديالنا من الفوق. حيت هاد الشكل هذا غادي نديروه بالفرماج احمر من الفوق، محكوك عليه الفرماج الاحمر والانواع ديال الزرارة. هاد الشكل البنات مطلوب عندي بزاف، يعني ضروري خصو يخرج عند الكليان، يعني كيبغيوه الكليان بزاف هذا ديال الفرماج والزرارة. صافي من بعد ما دهنته بداك بياض البيض، الغرض من داك بياض البيض باش يتبت لينا داك الفرماج والزرارة. صافي المهم من بعد ما حكيت هذاك الفرماج من الفوق، حكيت الفرماج من الفوق، بديت كنوضع الزريعه، انواع ديال الزريعه. درت رشيت بالزنجلان الابيض، رشيت بالبافو، حبه الشيا، الزريعه ديال نوار الشمس، شويه الشوفان، يعني وهذا درت واحد شويه ديال حب رشاد. يعني كيبقى الزريعه على حسب اللي متوفر عندك ديريه. المهم صافي من بعد ما رشيت هذوك شويه الزرارة من الفوق، غادي نلصق نثبتهم شويه بيدي هكا، نبرك عليهم واحد شويه بيدي باش هكا يثبت هذاك الفرماج الاحمر، وتثبت هذوك الانواع ديال الزريعه باش ما يبقاوش غير من الفوق ويطيحوا لينا، يبقاو ثابتين. وكانوا نهز بهذاك الورق ديال الطاي، كنهزو بالورق ديال الطاي وكنديرو فوق الطاوه. صافي وغادي ندخلهم الفران، العافية تكون من التحت حتى كيتورقوا ويبداو يدخلوهم الطياب. صافي كنقص عليهم العافية، في الأول كتكون العافية متوسطة، اون فوا يتورقوا يبداو كيتورقوا وكيشوفوا راسهم يشدوا راسهم، كتنقصي العافية وتخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيدخلوهم الطياب. هنا دزت معكم الشكل الثاني اللي بالعطرية المكسيكية، نفس الشيء الكرة اللي بنستمتها بالعطرية المكسيكية، حتى هي ورقتها. راه شفتوا الطريقة ديال التورق ديال العجينة، ورقوها مزيان فوق ورق الطهي. ورق الطهي كيساعد بزاف وما كيعذبكمش، وبسرعة كبيرة دغيا كتسربي هاد المملحات. المهم هنا قطعتهم على شكل أشرطة، ومن بعد غادي نقطعهم هكا عشوائيا على شكل هكا مربعات، ومن بعد غادي نديرهم على شكل مثلثات. المهم الفيديو راه شارح نفس الطريقة ديالهم. هانتوما دابا غادي نعاود نقطعهم على شكل مثلثات بهذا الشكل هذا. صافي المهم ساهله هادي الا ما عندكمش هادي ديال الجراره ديال البيتزا، خدموا بالجراره العاديه ديال الجراره ديال الشباكيه. هادو ممكن بجوج تخدموا بهم، هادي ديال البيتزا ضروري خصها تكون عندكم، ولا الجراره ديال هذيك اللي كتخدموا بها الكعاب والشباكيه، حتى هي راه قاضيه الغرض. صافي كنقطعهم بهذا الشكل هذا دغيا، وصراحه تشكيلات ما كيحتاجوش مراشم، بسرعه ديال البرق دغيا كتسربيهم، خصوصا الناس اللي كيخدموا الطلبيات. صافي وكنهزهم بالورق ديال الطهي ديالهم، وغادي ندخلهم الفران بنفس الشيء، الطريقه ديال الطياب ديالهم نفس الشرح اللي شرحت لكم كيفاش كيطيبوا. حتى هي في الاول العافيه تكون من التحت، في الاول ضروري تكون العافيه من التحت على عافيه متوسطه. اين فوا يبداو يتورقوا كيطلع عليهم كتشوفوهم يبداو كيتورقوا، كتنقصي العافيه وكتخليهم يطيبوا على المهل باش يدخلوا ضمن الطياب من الداخل. هنا بقات لي واحد شويه ديال العجينه شيطه من العطريه ديال المكسيكيه، زدت عليها، حكيت عليها شويه الفرماج الاحمر، وهنا غادي نديرهم على شكل هادوك. كنت وعدتكم شحال هذا الطريقه ديال هادوك اللي كيكونوا بحال شكل الفرماج، بحال شكل هذاك الفرماج الفرماج اللي كيكون مثقب. كنت وعدتكم قلت لكم دابا نشاركهم معكم ان شاء الله، ودابا قلت هذه هي الفرصه، بقى لي هاد شويه ديال العجينه قطعتهم نتاوما عشوائيين أشرطة هكا، من بعد قطعتهم مربعات، من بعد قطعتهم مثلثات. غادي ناخد ستيلو هذا هذيك ديال الستيلو، الجعبة ديال الستيلو،
وهي باش كنديرو هاديك التقيبات، كندير دوك التقيبات عشوائيين بهاد الشكل هذا. هاد الشكل حتى هو زوين صراحة، وما كيديش الوقت بزاف صراحة، دغيا كتربيهم حتى هما. المهم كتقبوهم عشوائيين بهاد الشكل اللي كتشوفوه في الفيديو. هاد الشكيلات اللي وريتكم صراحة اعتمدوهم الناس اللي كيخدموا الطلبيات، ساهلين مكيديوش الوقت. الناس اللي كيخدموا طلبيات بكمية كبيرة بدون مراشم، كاينين اشكال كتيرة ديال المراشم. راه عندي المراشم ديالهم، ولكن ملي كيكون ضغط ديال الطلبيات، ملي كيكون بزاف ديال الخدمة، يعني خاصنا شي حاجة اللي تكون ساهلة وفي نفس الوقت دغيا توجد، وفي نفس الوقت راها زوينة. الأهم الأهم في المملحات هي البنة والقرماشة. هذا هو الأهم في المملحات، يعني تكون المملحات، العجينة ديال المملحات تكون مقومة، يعني المقادير ديالها تكون مقومينها بالزيت البلدية، بالفخوماج، بالأنواع ديال المنسمات. المهم هذا هو المهم. وطريقة القرمشة راه كتبقى في الطريقة ديال الطياب ديالها والتوراق، يعني ورقوا العجينة تكون رقيقة. هذا هو الأهم في المملحات. صافي البنة والقرمشة صافي، مكاينش شي حاجة أخرى من غير هادو. وكي قلت لكم البنة راه كتكمل في المقادير ديالها. أنا من بعد ما تقبتهم غادي ندير واحد الرشة خفيفة ديال الزعتر، غير شوية، غير نكتب شوية من الفوق باش تعطينا واحد كتبان زوينة فيهم من الفوق داك شوية الزعتر. صافي وكندخلهم يطيبوا. هادو هما شكيلات اللي صراحة ساهلين وغادي تعتمدوهم للطلبيات. ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الاشكال ديال الزيتون، الطريقه ديال الزيتون الحلزوني الحار، راك شاركته معكم في الفيديوهات اللي قبل. اللي بغى داك الاشكال ديال الحلزونيه ديال الزيتون والحلزونيه ديال الحار، راني مشاركاها معكم على القناه، دخلوا شوفوا الفيديوهات. المهم هنا البنات هذا الشكل ديال اللي درناه بالفرماج، خرجتهم ديال العطريه ديال الحار، تقيطعات ديال الحار. وهادو اللي شكلناهم ديال الفرماج حمر والزرارة. شوفوا البنات هذاك المرشم الصراحة واعر زوين، هذاك المرشم كبير هي كيقطع لينا هذوك دفعة واحدة، ما كاينه لا جرارة لا شي مسطرة ولا موس. المهم دغيا كيقطعوا غير. راه كاين في المحلات اللي خاص بالحلويات كاين هذوك المراشم، غير خذوهم زوينين بزاف. صافي ها نتوما شوف كنوريكم الرق ديالو كيفاش كيكون. كيجيو مورقين، كيجيو مقرمشين، كيجي لون موحد. المهم كيجيو مذهبين بالطريقه ديال الطياب اللي قلت لكم. في الاول العافيه متوسطه حتى كيبانوا لكم تورقوا، بداو هكا شدوا راسو، عاد كتنقصي العافيه وكتخليهم يطيبوا على خطره باش تعطيكم هاد النتيجه هادي. صافي هنا كنحاول نفرزهم، كنقطعهم هما راه مقطعين، غير مع كيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم كنعاود نحلهم باش تجي كل وحده بوحديتها بهذا الشكل هذا. صافي هادو صراحه كيجيو زوينين. الا بغيتوهم طوال خليهم طوال. بالنسبه للطوال راه كيداروا في الكيسان. الا بغي هكا الا كانت شي مناسبه في الطبيله هكا بحال شكل داكشي ديال التريتور. اما كيجيو حتى نتوما ديروا التريتور في داركم، طابله ديالكم وقادوها بحال شكل التريتور الكيسان وداكشي ديال. المهم هادو غيكونوا ديال العاشوره. صافي البنات المهم ها هما كيجيو مقرمشين وزوينين. غادي نكمل الطياب ديال هذاك القراش اللي بقاو ليا ديال العطريه مكسيكيه، وهادوك ديال الفرماج اللي تقوناهم بحال شكل الفرماج. صافي من بعد ما ساليت هادو البنات الشكل الاخير ديال القراشلات الحلوين اللي كنت قلت لكم حتى نكمل لكم الفيديو اللي قبل، حيت ما كملتش لكم التتمه حتى اليوم عاد ساليت الخدمة ديالي. هادو القراشل الحلوين اللي شاركت معكم الفيديو اللي قبل من هذا. ها هما البنات شوفوا هادو اللي كنا حربناهم في الزنجان كي باقيين محافظين على الزنجلان ديالهم. راه شاركت معكم الفيديو، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي قبل من هذا. هذا هو النتيجة ديالهم. وهادو اللي مسمدين بالفينو ها هما. الكمية اللي كتعطينا البنات بالمقادير اللي عطيتكم 125 غرام تاع الزبدة، راه كتعطينا أكثر من كيلو ديال القريشلات هاد الحلوين هادو اللي شاركت معاكم. صافي وهادو الفيديو اللي قبل اللي شاركت معكم ديال القريشلات بالمذاق ديال القرفة باللوز والمشماش. هادو الفيديو اللي قبل من هاد جوج. صافي هادو قريشلات ديال المشماش والقرفة واللوز، المذاق ديال القرفة. صافي هنا كنجمع لا كوموند ديالنا في لي بواط. بالنسبة لهاد لي بواط راه كيتباعوا
بالجملة، ولا بغيتوهم هاكا ديتاي كيتباعو ب14 ريال، كيهزو رابعة، كيهزو 250 غرام ديال القريشلات، وكاينين ديال نص كيلو وكاينة ديال كيلو. إلا بغيتو تخدموهم الطلبيات هاكا، إلا بغيتو تخدموهم ديروهم كمشروع بالنسبة لهاد الطلبيات ديال المملحات وديال هاد قريشلات العاشورة. المهم بالنسبة للبنات هاد القريشلات الحلوين البنات كيتباعو 100 درهم الكيلو. هادو قريشلات الحلوين، ما قلتلكمش الثمن في الفيديو اللي قبل من هذا. الثمن ديال هاد القريشلات الحلوين 100 درهم الكيلو صافي. وراه هادوك اللي كنت قلت لكم ديال القرفة ومشماش واللوز كنا خدمناهم بالزبدة ديال العبار، راه كيخرجوا 120 درهم الا كانوا مخدومين بالزبدة ديال لابريري، ب100 درهم الا كانوا مارغرين ب90 درهم. هادو المملحات ديالنا اللي خدمت معكم اليوم في هاد الفيديو، هذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيكون. صراحة كيجيو بنانين، مقرمشين، مقومين. تمن البيع البنات، راك شفتوا القوامة شنو فيهم، زيت العود، العطرية مكسيكية، المهم كلشي راك شفتوه على عينيكم. الثمن ديالهم كيوصل حتى ل120 درهم الكيلو، حيت كيكونوا خفافين في الميزان، ما كيعطيوش في الميزان، والقوام كيكونوا مقومين. الفرماج الحمار، زيت العود راه هي غالية. المهم الثمن ديالهم 120 درهم الكيلو، هذا هو الثمن ديالهم. راه في المخابز وهادوك لي باتيسري كيبيعوهم 120 درهم، وصراحة راهم ما مقومينش بحال هادو ديال الدار. الناس اللي كيخدموا لي كوموند في الدار، راه كل واحد وكيفاش كيخدمهم. أنا وريتكم المقادير باش كنخدم، هذا هو تمن البيع ديالي باش كنخرج. هادشي اللي كنشاركو معاكم البنات في لي فيديوهات راه هما الطلبيات اللي كنخرج للكليان، ما كنزيد ما كنقص. الكليان الا بغات تاخد من عندي غادي تشوف لي فيديو اشنو المقادير اللي كنخدم بهم، باش تعرف الثمن اللي كنهضر عليه واش يستاهل هادشي ولا ما يستاهلش. هذا ما كنشوفوا البنات القراشل كيفاش كيجيو، واخا ما دايره شويه من الخمارين كيتبوطوا كيتورقوا، والقرمجه كتكون حاضره ديال المملحات هانتوما مقرمشين وبنانين. هذا ما كان. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونكون وصلت لكم جميع الاسئله ديالكم، والله يسخر الجميع. بالنسبة لهذا المشروع راه مطلوب بزاف، هاد الشيء ديال المملحات والحلو بدون مناسبة، يعني بدون عاشورة كيكونوا مطلوبين. هادو هما اللي كنت قلت لكم تخرجوهم في الشركات، لي زاجونس، المكاتب، الفرماسيات كيبغيوهم هادو لي بواط، كيبغيو البنات هكا كيحطوهم حداهم في الخدمة، كينقبوا منهم هكا لما مشاو للدار وياكلوا. المهم هادو كيبغيوهم بزاف هاد المملحات، كيحماقوا عليهم الناس. غير اعتمدوهم، واللي بغات تخرج دير الطبيلة وتحطهم. دور في المكاتب ولا الشركات كيبغيوهم، هما راه مطلوبين. هذا ما كان. المهم جمعتهم في لي بواط، كنديرو هداك التيكي ديال الإشهار ديالنا، فيه اللوغو، فيه نمرة التليفون على حساب الناس اللي بغاو يتواصلوا معانا. هادشي اللي كاين.